السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله معايا تخطي لايفون 6 اس، تخطي اي كلاود. في ناس كتير مش عارفة ان انت ممكن لو نسيت باسورد الاي كلاود او ايميل الاي كلاود ان انت تقدر تفتح موبايلك تاني. انا عارف ان في ناس كتير عارفة، بس في ناس كتير برضو مش عارفة الموضوع ده. فانت لو موبايلك مقفول اي كلاود والموبايل كلين، تقدر ان انت تتواصل معايا على مواقع السوشيال ميديا وانا افك لك الموبايل بتاعك. الموديلات اللي شغال فيها من اول ايفون 6 لحد ايفون 15 برو ماكس. دلوقتي انا بشتغل بالماك بوك، لان الماك بوك بيكون ارخص في التخطي وبيكون مستقر ما فيهوش مشاكل، والتول اللي هشتغل بيها اللي هي اداة HFZ. دلوقتي التول بتقولي ان الجهاز مدعوم تخطي، فهعمل له بوت. دلوقتي الجهاز دخل معايا ريكفري. هبدأ دلوقتي ان انا اعمل له ستارت عشان يدخل معايا دي فيو. بفضل دايس على زرار الباور مع زرار الهوم. زرار الباور 4 ثواني وبشيله، بعدين افضل دايس على زرار الهوم 10 ثواني. وطبعا دلوقتي هنسيب الجهاز شوية لحد ما يفتح، وبعد كده نكمل الخطوات بتاعتنا. على ما الجهاز يفتح كده، خليني اقولك ان لما بيجيلي جهاز بشيك اول حاجة على السيريال، اشوف الجهاز كلين او لوست. طبعا لو كلين بشتغل في لوست، ده معناه ان الجهاز ضايع او مسروق، فمش بشتغل في الجهاز وبرفضه على طول. وطبعا عشان تفك جهاز فلازم تعرف ان الخدمة دي مدفوعة مش ببلاش، عشان ما تفكرش ان التخطي ببلاش. لا، التخطي بفلوس، وفي تخطيات بتوصل لحد 10 و11 و12 ألف جنيه كمان، ولكن دي طبعا بتبقى في التليفونات العالية. ودلوقتي الموبايل فتح. اول حاجة التول او الاداة هتبدأ ان هي تشوف السيريال مرفوع على السيرفر ولا لا. لو مرفوع هتجيب لي اكتيفيت زي ما جابت دلوقتي كده. هبدأ ان انا الغي التحديث وضبط المصنع، واعمل سكيب للسيت اب اللي بيبقى في الاول عشان ما اضيعش وقت، واعمل اكتيفيت وهيكون كأنه لسه جديد. ودلوقتي لما الموبايل يفتح تقدر تحط الاي كلاود بتاعك وتنزل الابليكيشنز بتاعتك او البرامج بتاعتك وتتعامل على الموبايل بشكل طبيعي جدا. ولكن الحاجة الوحيدة اللي مش هتكون طبيعية ان انت ما تقدرش ان انت تعمل ضبط مصنع او تحدث الموبايل. كده كده التحديث بتاع الموبايل ده واقف بقاله فترة، ولكن يعني نفترض ان هو نزل له تحديث. مش هتقدر ان انت تحدث الموبايل، عشان لو حدثت الموبايل هيقف على هلو سكرين ويجيب لك الاي كلاود القديم، وتضطر ان انت تدفع فلوس تاني وتعمل تخطي تاني. اكتبوا لي دلوقتي في الكومنتات انتوا حابين تشوفوا تخطي لموبايل ايه، واشوف وشكم بخير في امان الله.